ايه الدنيا نجم؟ مفاجآت. اه، الدنيا ماشيه مفاجآت ومحدش عارف عايز يعمل تبدأ ايه. بايه؟ هنبدأ بقى بالاهلي وبيراميدز الماتش الاولاني. طيب، انت شايف الماتش كان إيه الدنيا؟ يعني انت شايف ايه اللي حصل؟ ايه انا اللي إيه اللي شايف خلى الاهلي يوصل للخرا ده؟ المدرب مش كويس خالص. امم مش كويس خالص، اللعيبه مش لسه مش منظمه، وبعدين دي مفاجاه لان كلنا امم لا الاهلي معاه سكواد. سكواد عالي قوي. امم سكواد كويس. نزلت شفت الماتش، لا صعب خالص، وبيراميدز واخد راحته. بيراميدز مش خايف. هو مش فرقة مرعبة برضو، خلي هو بالك. مش فرقه مرعبه، ما هي دي الفكره. الاهلي عمره ما كان بيسيب لحد. الاهلي كان عنده جرأة ان هو انا بلاعب انت اي حتى لو حد. وحش، انت حتى لو وحش ماسك كورة، انت مش عارف تطلع بالكورة، انت مش عارف بالظبط. تلعب كورة. بالظبط. وجا جون في الاهلي. الاهلي دايما بيجي فيه جون، يجي في اي. الاهلي حتى لو كسبان ما بيديش فرصه لحد ان هو يهاجم بالطريقه دي، ما عندوش. ومعلش يعني حته الدفاع وحش قوي، وحش خالص. وحش خالص. شفنا قبل كده معلش يعني بيراميدز بيلعب قدام الاهلي وبيكسب. عادي، بس كان بيبقى فيه على الاقل ان انت موجود كشخصية في الملعب. انت بالظبط. ما فيش شخصية في الملعب. مفيش، انت برضو هو خسران كويس، وهو يعني بيهاجمك. انا بتكلم كده هادي شوية لان الماتش فات عليه يومين يعني. انا عارف انت في وقتها كنت في يعني حاله تانية. انت ما نزلتش في وقتها، عملنا اصلا الموضوع ده. لا، الموضوع كان صعب قوي يعني. بالظبط. مفيش شخصيه، مفيش لعب، مفيش روح، مفيش اي حاجه. المدرب واقف على الخط، ما وكويس ان هو مشي. ماشي، هو مشى يعني. هو ده اللي كان لازم يحصل. انت ما كنتش هتستنى اكتر من كده. انت لعبت تقريبا 4 ماتشات اهو. الاهلي ما لان كسبش كان غير في ماتش على الجوله فكره. الجوله الثالثه بتاعت الدوري دي كان الاهلي اه. باي. اه. فانت تقريبا انت خسرت اهو ماتش تمام، عدلت ماتشين وكسبت ماتش. كسبت ماتش اللي هو كنت بتلعب فيه كويس تمام، بس انت برضو باين ان في حاجه ناقصه عندك. وانا بس لو فاكر المره اللي فاتت لما كنت قاعد انا وانت وجيمي، انا اول حاجه بداتها قلت لك الاهلي فريق راح في ده، وعملت بايدي كده. لا، انا انت كان فاكر عندك حق، انا ساعتها اعترضت. انت قلت لك لا اعترضت. لسه. انت قلت اعترضت لك الاهلي فريق رايح في داهيه مبدئيا. انا شايف كده، بتكلم بجد. لا انا لسه. انت قلت لك اعترضت، لا انا لسه. في حاجه شايفها، في حاجه غلط. ايوه ايوه. فاهم؟ لا، انت برضو ملاحظ، فاهم؟ ده الفريق اللي انت بتابعه يعني، بس برضو لا مش كده. لا، يعني حتى مفيش. لو الاهلي واقع مش كده. يعني حتى يعني كنا بنقول على ريبيرو الفريق فكره ان هو مثلا ايه، اللعيبه اللي بتبدا من تحت وبعدين تحضر ومش عارف ايه. انت مش بالظبط. عارف تحضر، مش عارف تبدا من تحت، مش عارف بالظبط. تطفش، مش عارف تلعب كوره. فاهم؟ بالظبط. مفيش عشوائيه، حتى مفيش مش عشوائيه. عشوائي ان انت تطلع بالكوره. لعيب الاهلي كان يستلم الكره يضغط عليه 3 4 عادي جدا، الكره تقطع يا اما تاخد لاحظناها. فاول. اه. فاهم اه. الفكره؟ بس ومتسابين الدفاع. سابين. الدفاع متسابين، الهجوم بتاعهم لا، متسابين. انت هاني مستباح جدا في عادي. كوره انت لو شفتها في الاول انا زي ما قلت يعني انا قلت لك صعبه قوي. هو لا اواني، لا بيغطي ولا بيدافع ولا بيعمل ولا اي وحش حاجه. قوي. مش عارف ليه الاهلي مش عارف صابرين عليه ليه. بجد والله صابرين عليه ليه، انا انا مش اعمل فاهم. ايه؟ لا بس لا، زي ما قلت لك يعني. انت حتى فكره ان انت مش عارف تلعب كوره. طب حتى بلاش يعني. انت عارف ان الاهلي دايما حتى لو وحش، مم. في بعد الدقيقه 90 دي بتلاقي اه. شويه كوره عطفش جوه، مش عارف ايه، يلعب الكوره، علق 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 اه. علق الجماهير الكوره مشيت جوه. اساسا في اخر 10 دقائق. اه. لا مش مشيت. هو جمهور الاهلي ما بيعملش كده. وجمهور الاهلي بالعكس مسك اللعبه دي سلختها يعني. لا انا بس انت عارف، فكره. فقعدوا يغلطوا بس مشيوا في هو ده جماهير كتير الصح، ما هو مشيوا. ده الصح، ما هو ده الصح. ما انت لا لازم انت تنبه اللعيبه دي ان في حاجه غلط. بالظبط. تمام؟ لو هو مش شايفين ان في حاجه غلط، دي يبقى في مشكله. فاهم؟ الاداره لو بالظبط مش شايفه كده. ان في حاجه غلط، يبقى دي في مشكله. هو برضو ايوه، هدوء المدرب مش طبيعي. مش كسال بابا طبيعي. اللي كان معانا ده. مش طبيعي. انت معلش شفت مدرب لا، التاني بيراميدز؟ ده مجنون، ما ده هو دي، ما مجنون. هي دي الكوره. انت ما هو بتسخن ايوه اللعيبه، هي بالظبط. دي انت الكوره. لازم على الاقل حتى عماد النحاس يتكلم، حتى محمد يوسف اللي قاعد على الدكه ده ما بيعملش حاجه لازم بالظبط. يتكلم. ايوه، ده كمان كسبان 2-0 ومش هادي. اه، الراجل قاعد مش ما هادي. هو ده الصح. الراجل تحس ان هو ما بيلعب هو ده معاهم الصح. ما هو مش ده هادي. الصح. انت التاني، انت قاعد لي الدكه كلها هاديه. شفت الدكه بتاعت بيراميدز؟ اي واحد يوم اقعده. بالظبط. مفيش. والدكه فاهم مش لا، اللي هو هو. بالعكس، دكه الاهلي تقصد. لا انا قصدي دكه بيراميدز. على ايه؟ يعني مش حته عندهم ان هم 2-0 فخلاص هدي اللعب، هدي لا لا الدنيا. لا 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 لا، بص لا انا بقول لك هم مش فرقه مرعبه. هم لو كانت فرقه دايسه كان الماتش ده معلش خلاص 3-4. يخلص 4 عادي جدا. الفكره انا انت اول مره يعني بصراحه انا حتى اقول متفاجئ. لك ماشي، الجون اه. الاول جه في اول 5 دقائق صباح الفل تمام. الشناوي ما يسالش لا لا عليهم. لا بس الشناوي الرقابه لا. بتاعت الفكره ان كارتي لا كرة قدامه، ما فيش اي حد لعيب معاه ده من خالص. الدفاع. ما فيش اي لعيب معاه وداري صباح الفل يعني. عامل الفكره. الجون الثاني بقى برضو الكارتي تمام. ده غير الكرة اللي حطها بدماغه وجت في ايد الشناوي دي اللي هاني سابه فيها خالص. كان برضو في في هاني الشوط ده الاول. مصيبه. الشوط الثاني بقى يا معلم، الكرة ملعوبه تمام. تاني وثالث ورابع. ليه الشناوي؟
الشوط الاول الكره اللي شطت عليه جت في العارضه وجت ما جون، يسالش عليها خالص. ما حدش يقدر يسألش يتكلم عليها، فيها. ما يسألش الجون عليها. الثاني انت راجع برضه بتجري على الكوره، هو هو بيجري ما على فيش الكورة. اي تغيير، مفيش ما فيش اي تغيير. بص انا قلت لك برضو في الفيديو اللي فات، انا من رايي شوبير ياخد فرصه يا ويرجع جماعه تاني. شوبير هو احسن حارس في الاهلي، احسن بالظبط. حارس في مصر. بالظبط. ليه بقى ما ياخدش الفرصه ويكمل؟ يا جماعه واحد جايب لك بطوله، هكررها تاني، واحد جايب لك بطوله هتقعد افريقيا. تخسره على الدكه، ولو مستواه وقع ما هو مش ذنبه. مش ذنب هو اللي ما هو قاعد. مش ذنبه. لا ما انا مش فاهم بصراحه في الحته دي. وبيراميدز يستحق، بيراميدز يستحق يعني على اللعب اللي هو لعبه انت عارف انا ما وعلى بحبش الهجوم اللي الفريق انتوا ده، بس بتعملوه. لا يستحق طبعا. لا طبعا. على فكره ان اللعيبه جريئه، على فكره ان المدرب ما بيهداش، على فكره ان المدرب دماغه حاضره في الماتش، بينزل اللعيبه في الوقت المعين ويشوف الماتش ماشي ازاي وبعرف اديره. ومعلش حتى هو خسران يا عم. ومعلش مش من الفرق اللي خدت لك بطوله وريحت، في فرق بتطلع تاخد بطوله خلاص. لا هو عايز تاني، هو عايز تاني، هو عايز تاني عشان المدرب، عشان شخصيه المدرب. شخصيه ده المدرب هي دي بالظبط. ده مجنون بالظبط. ده التاني شخص عنده مجنون. معلش انا اسف توحد بجد والله، واقف يا عم اعمل انا اي تعبان حاجه. نفسيا. لا اعمل اي حاجه. فالماتش كان مصيبه خالص، مصيبه خالص بصراحه. حاجه اخيره قبل ماتش الاهلي، انت شايف ان بعد تقريبا هو ده 5 جولات في 5 جولات في ده الدوري، 5 جولات في الدوري، بس الاهلي لعب 4 بالظبط. انت شايف ان الفتره الجايه تمام ريبيرو ماشي المشكله اتحلت؟ لا طبعا لسه المشكله. على فكره انا دايما بشوف برضو ان المشكله مش من المدرب كلها، يعني ممكن 70 80% من المدرب والاداره، في برضو اللعيبه برضو. انت يعني معلش برضو نفس الكلام امبارح اول امبارح تريزيجيه تعالى هنا مكان بن شرقي تعالى هنا مكان تريزيجيه، دي غلطه مدرب. ده برضو يعني لا قعد دكه فتره، قعد دكه فتره مش برضو. قعد دكه فتره، انا بتكلم على اداؤه، هو بيلعب شيك جدا ومش عارف ايه. كاس العالم لما قعد نزل عمال عمل حاجه برضو وتريزيجيه برضو. لا تريزيجيه ضايع خالص. تريزيجيه ضايع. الغلطه اللي انت عملتها معلش يعني 7 مليون دولار ونص استفدت بيهم ايه؟ معلش على وسام. انت لو كنت قعدت وسام ده ما جبتش مدافعين يا عم. ماشي شريف ولا ايا كان الفرقه كلها واقعه، انت ما جبتش مدافعين. داري صباح الفل، داري وبيكهام يومين يا ابني، داري يومين وبيتصاب. انت عايز حد، انت عايز مدافع، انت عايز مدافع، ماشي بيكهام تمام، اللعيب اللي بيخرج طب ماشي اداء الدفاعي صفر، مفيش. معلش هو منعم راجع تاني عشان مش لا منعم لسه هناك، هو ما لعبش معاكم في كاس العالم صليبي. لا منعم يا ابني صليبي من قبل كاس العالم، كان الاهلي هيجيبه في كاس العالم. كان الاهلي هيجيبه في كاس العالم بس خد ايوه بس فانت شايف ان المشكله ما اتحلتش؟ لا لسه. انا شايف ان والمدرب اللي هيجي هيتظلم. لا انا شايف ان المدرب اللي هيجي لازم يكون شخصيه قويه. بالظبط، شخصيه قويه على الاداره وعلى اللعيبه، واحده ودي ما يعني. ينفعش يعملها غير اثنين، مثلا حسام البدري وما اعرفش بقى مين المدرب الثاني. خلاص حسام البدري. انا بحب حسام البدري طبعا. حسام البدري في 2017 عمل موسم مرعب. مش 2017 بس بتكلم على شخصيه قويه مرعب. ايوه هو شخصيه قويه. ايوه طبعا. كان فايلر لما معلش كان معاه لعيبه مين يعني؟ ما كانش اللعيبه انا بتكلم في الموسم ده معلش 2017 يعني عبد الله السعيد كان ابرز اللعيبه اللي موجوده معاه. عبد الله السعيد ومتعب وحسام غالي. كان دكه، كان حسام غالي وبيت سليمان. انت عارف اللعيبه دي قبلها بموسم 2016 الاهلي كان ضايع، الاهلي كان مصيبه. هو جه مسك في اخر 2016 بالظبط. نفس اللعيبه جه مسك نهائي دوري ابطال، خد كاس ودوري وسوبر. لا حسام البدري برضو شخصيه. الناس تقول لك التكشيره وبتاع، انا بحب حسام البدري بصراحه. ما هي دي الصح، عشان فكره ان هو شخصيته اقوى من اللعيبه. بالظبط. بس الاداره اكيد ما، بس برضو هرجع اقول لك نفس الاداره اكيد في مشاكل مع الناس دي. فلا هقول لك برضو بتكابر في حته ان لا انا مش هرجع الناس القديمه، لا ارجع الناس عادي. حسام البدري يعني مدرب كويس قوي. ورجعت قبل كده الناس القديمه عادي، جت فتره الاهلي رجع. لا هو اصلا مشى بعد ما الخطيب مسك بحاجات بسيطه يعني. كان الخطيب لسه ماسك، كان لسه ماسك على طول. هو مسك في اخر ايام طاهر ومسك في اول ايام الخطيب، بعدين في 2018 برضه. هرجع اقول لك نفس الجمله اللي قلتها لسه. الاهلي واقع دلوقتي. انت كنت عندك حق، بس لسه الاهلي مش هقول معودنا تاني، معودكم كجماهير. لا لسه الاهلي ممكن معلش يعني لو الدنيا واقعه كده ممكن يرجع نفسه بسرعه أنا جدا. انا دلوقتي شايف حاجه، انا شايف ان انا الهويه بتاعتي خلاص بتنتهي. انا في الاهلي بلس 90 دي مش موجود. فكره ان اللعيبه تبقى تشيل المسؤوليه وتبتكر من دماغها وخلاص بقى، اللي هو فكره مش بقول لك ما يسمعش كلام المدرب، بس على الاقل خلاص انا هبدا اجز واعمل اي حاجه بالظبط عشان اجيب جون، او على الاقل اتعادل. الروح بتاعت النادي القديمه. ايوه اللي هو كان علق جوه اللعيبه، تنتشر جوه المنطقه مش عارف ايه اللي هو انت بتعمل. انا عايز اجيب جون وخلاص، باي طريقه كانت بقى، مش شرط بطريقه المدرب، بطريقه انا. مفيش خلاص، مفيش الكلام ده. ان اللعيبه كانت مستسلمه. انا اول مره من فتره كبيره انا مستغرب قوي 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 اشوف الاهلي مستسلم. لعيبه الاهلي مستسلم الفكره. ايوه انا فاهم. بس خلينا نقفل الصفحه دي، هتخش على اللي بعدها صعبه قوي. انا نخش على المحل اللي بعده. قوي نخش على المحل اللي بعده.
دم محروق ان انتوا ما بتلحقوش كمان الزمالك دي ما مشكله. بتلحقوش اه بتحفلوا يوم الماتش ما بتلحقوش تتبسطوا لا اليوم اللي هقول بعده. لك. وكان عندكم ماتش بتاع دجله ده، هقول لك دايما الزمالك كلمني على لما ماتش دجله معاك. دايما هقول لك انا بقى من البدايه حته ان انت لما بتتحط في حته ان انت محتاج تكسب ماتش عشان الدنيا مستريحه عشان تفرق. بالظبط. انت المنافس بتاعك اللي هو الاهلي مفيش غيره. الاهلي وبيراميدز. بيراميدز معلش برضو الاهلي هو اللي بيطلع، هو اللي انت اللي بتخاف منه ان هو بس يطلع. نتكلم كحقيقه، ما هو بيراميدز بقى لا منافس بيراميدز بقى قوي. منافس طبعا، بس هي الفكره اللي برضو ما عندوش الروح اللي هو اللي ينافس فوق يعني. معلش يعني بيراميدز في ايدينا لو احنا الاثنين اتنافسنا مهما عمل. انما انت الاهلي باعد عنك شويه. ما عندناش احنا بقى حته بقى لنا كام سنه استغل ان انت لازم تكسب الماتش ده عشان تنفرد انت لوحدك. الماتش ده احنا لو كسبناه توقف دولي وخلاص انت هتبقى مستريح وترجع على الدوري وانت هترجع فارق اول شوية. او تاني، فاهمني؟ بالظبط. فانت ليه ما استغلتش الحته دي؟ انا دمي بيتحرق من الحته دي، ان انت ليه ما استغلتش ان انت تكسب الماتش ده عشان تنفرد انت لوحدك. انا شايف حاجه، انا شايف ان حتى لو انتوا تعادلتوا او خسرتوا او يعني تعثرتوا في ماتش، شايف ان يعني الزمالك كفرقه جديده عموما ما تتلمش قوي بصراحه لان انت برضو لسه اللعيبه الجديده. انت كل لو جيت لاحظت انت مثلا بقالك موسمين او موسم حتى، معظم اللعيبه مش جداد، مش واخدين على بعض خالص. انت في اخوان الفينا لعيب كواليتي عالي قوي، وشيكو بنزا نفس الكلام برضو. شيكو بنزا ده خطير، حط اي حاجه في ظهره عادي. بس تيجي تبص عليهم لا معلش ما لسه مش واخدين على بعض. لسه بدري، لسه ما شافوش لسه الدنيا. بدري لسه بدري. لسه ما شافوش. ما تتلمش على بس تتلم على الخساره. معلش انت شفت الماتش بص عامل ازاي. احنا لسه برضو هرجع برضو اقول لك حاجه معلش، انت لسه برضو عندك حته نادي الزمالك بقى لها سنين ان انت لاي فريق بتلعبه بتجيب جون بتخاف من الجون اللي يجي لك. لا انا لسه عايز اخاف، بعد انا عايز 2020 مثلا انا عايز احافظ. بالظبط انا عايز احافظ. لا معلش انا على احترامي لوادي دجله عمل نتائج في اخر 5 ماتشات. انت متعادل مع بيراميدز، فريق كسب الاهلي وكسب زد مش وحش. فلا بيجي قدام الفرق الكبيره بيعمل حاجه، بس برضو معلش لا انت فريق برضو جريء قدام الفرق الكبيره. جريء جدا. هو الفكره في حاجه برضو، انا اكتشفت حاليا يعني حاليا ان اي فرقه هتلعب كرة بنص جنيه قدام الاهلي او الزمالك يعملوا عليهم ماتش. يعني انت الماتش الجاي مثلا او الماتش اللي قبل ده، الماتش بتاع المقاولين اللي انتوا تعادلتوا فيه تمام، اللي كان من ماتشين ده، انتوا اتلعب عليكم كوره برضه شويه، بس برضه في حاجه اتكشفت كده. أيوة في حاجه قصدي بالظبط. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان انت لسه برضه عندك حته الخوف. فريق هيتجرأ على الاهلي او على الزمالك في الفتره اللي فاتت. لا هيكسفوا بالظبط. يعني زي المحله معلش يعني لما عملت كده مع الاهلي، شايف الروح كل ما يطلعوا كوره جرينتا كتير قوي يعني كل مش عندهم حته الروح. اي فريق بيلعب قدام الزمالك الاهلي حتى لو بيراميدز دلوقتي يبقى خلاص عايز يطلع حاجه. ان في فكره قاعده المحله دي ممكن يلعب اي فرقه تهزقه في ملعبه عادي الا الاهلي. الا الاهلي مش ماتش الاهلي والملعب تحس صن داونز مصر. الملعب الرعب الخايف نزل فيلم. فاهم الفكره. فبرضه هرجع برضه اقول يعني مثلا عندك في ماتش الزمالك ده، ماتش الزمالك هنرجع نقول ان انت كنا بنتكلم في حته ان انت جايب جون انت بتدافع. ده اللي خلى بص بقى نرجع نتكلم ككوره مش بتدافع بس يعني بتحافظ شويه، مش عايز تروح تجيب الجون الثاني. اديت فرصه للفرقه الثانيه ده ما يريحش. اديت فرصه للفرقه الثانيه ان هي تتجرأ شويه. بالظبط. مثلا ما عندهاش حاجه تخسرها، هو بفريق بيفكر صح، ما عندوش حاجه يخسرها. ايوه فهيحاول يروح عليك. هو الجون جه ازاي اساسا؟ الجون جه ازاي؟ الجون جه غلط. الجون بتاعنا احنا كنصرنا الضغط جه غلطه. ايوه انت بتلعبش عدي ضغط بعدين خدها ناصر وقام جه حاطط. عشان كده انا بقول كان في الاول بالظبط. عشان كده انا بقول ليه ما كملتش؟ يعني انت لو انت ضغطت على المدافع وخدت الكوره وجبت جون، ليه ما كملتش تاني بقى؟ يعني تعمل نفس اللي انت عملته دي تاني. ما كررتهاش، مفيش غير كوره تشيكو بنزا وبتاع مش عارف كان بيحاول يفرق. ده انت سبت له الكوره ومستريح. واللي انا مستغربه هو جاب الجون. طب تعادل انت بقى معلش اهلي بيلعب فريق اقل، الزمالك بيلعب فريق اقل، لو الماتش تعادل لا انا هضغط. لا انا ما سيبوش. لا هو ما راحش بعدها جابوا الثاني بعد 7 دقايق. بعدها قليل قوي. جابوا الثاني كوره عاديه يعني. جابوا الثاني بعد 7 دقايق وفي غلطه دفاع كده. ايه ده؟ لا حاجه مستفزه قوي. ويخليك لا الجون الثاني ده مستفز قوي. ولا الهولندي اللي هو اسمه اخر الماتش ده خد الكوره راح وشاط مش عارف ايه والكوره رجعت، فاهم؟ وانت معتمد ان الكوره دي كانت تبقى اوفسايد ولا مش اوفسايد. بالظبط. لا انت عادي، مفيش الروح مفيش الخوف على ان انت كسبان يا اما متعادل يا اما حتى خسران عايز تجيب الثاني. ده انت في اخر الماتش في كوره خد 3 لعيبه. انت في كام كوره اصلا صبحي شايلهم من قلب الجون. بالظبط. ايوه كورتين تقريبا. ولو في لا الجون ما يتلمش عليها. هو واحده اول الجون الثاني اللي صدها متابعه. انت في ايه ده؟ اللاعب بعد ما جاب الجون
رفع ايده، انت معتمد ان ايوه لسه هو معتمد ان هو أنا لسه عايز هيشوفها. أوفسايد. ماشي هو هيشوفها في الاوفسايد، انا عايز هيشوفها في بس الفار. العب. بس ما في الفكره العب بقى، مصيبه يعني العب قوي عشان. بالظبط، مصيبه قوي ان انت ما تستغلش فكره ان كل الفرق واقعه فتكسب انت تاخد فرصتك. بس انا حاسس ان اكتر فريق مستقر بعيد عن الضغط الزمالك، سواء اهلي بيراميدز، هو الزمالك الوحيد اللي حاسه مستقر، ودي حاجه ما بتحصلش كايه كماتشات اداريا وفنيا. هو مستقر بس لسه يعني مش فاهمني؟ مستقر مش يعني ايه فاهمني. مش فاهم. انا بتكلم ان مفيش دوشه. اه لا الفريق حاليا الدنيا الوحيد اللي هاديه، مفيش لا حواليه دوشه. الدنيا هاديه خالص. فاهم قصدي؟ هاديه خالص عكس عكس كل سنه، الاهلي وعكس عكس كل سنه ان الاهلي هو اللي بيبقى تمام هادي وكاتم على بس نفسه. معلش انت هادي ولسه طالع من تحت، مش انت مش هادي. طالع من تحت، انت بتبني. بتبني فاهمني، بتبني بلعيبه لسه جايه جديده، لسه عايزين يتعرفوا على بعض، لسه مدرب جديد، انت لسه بتبني. مش هقول اسمه بقى عشان مش هقول اسمه. تمام. ده انت عايز خلاص لا يعني. لا طب انت خلاص. شايف ان الفتره الجايه الفترة الجاية اللعيبة لازم بالنسبه للزمالك انت دلوقتي الفترة الجاية بالنسبة للزمالك انت في توقف دولي، انت لازم بقى اللعيبة دي تكلم، لازم ده مع ده لازم يبقى في تفاهم على الاقل، شخصية ترجع تاني، ايوه شخصية بس الزمالك. مش حاسس ان اللعيبه هي اللي تتكلم مع بعض. انا لا حاسس مش ان المفروض اللعيبة، انا يبقى جاي بتكلم من فوق المدرب، يعني. المدرب والإدارة هم اللي يتكلموا في حتة، هم اللي لان كل دول يتحكموا. جداد، كل لان ده كل طقم دول جديد انا خالص. عمري ما اقول فاهم؟ للعيبة لا طبعا. ما بتكلمش على كده، انا بتكلم لا كل ده طقم جديد، فمحتاج ان حد فانت محتاج يوجههم ان ان انت انا مش توجههم. محتاج اخسر نقط اكتر من كده. بالظبط المفروض تستغل الوقعه، معلش الزمالك لما بيتحط في منافسه، لو انت اصل انت هتعمل ايه بعد كده بقى لما الاهلي وبيراميدز يبقوا معاك في نقط بتساوي معاهم في الترتيب، الزمالك يقع وحشه. بالظبط هو اللي فانت المفروض بيتضغط، تستغل. هو اكتر فريق هيتضغط. فانت جاي لك دلوقتي فرصه بص ان في بص توقف. الزمالك اول ما هيبدا يبقى في منافسه حقيقيه، هو اكتر فريق هيتضغط واكتر فريق هيضيع نقط، وهفكرك بالموضوع لا ده لا لا لو انت مش حصل. محتاج تفكرني ان ده بيحصل. لا ده بيحصل بقاله كام سنه، وده مضايقنا احنا كجماهير زمالك. خلينا نقفل بقى الصفحه المحليه خالص. يا ريت نقفلها خالص. ندخل بره شويه. ماشي. انا عايز راجل تتكلم على ايه؟ زملكاوي برشلوني، فاليوم بتاع امبارح ضيع انت الدنيا عايز خالص. تتكلم على نتكلم على برشلونه؟ برشلونه، عايز اتكلم على تمام. برشلونه. ما خرا برضه خرا، انا اسف. يعني هو ماتش وحش برشلونه لسه قوي. خلصان من يعتبر من كام ساعه، ما كملش يوم. ما كملش يومين اللي كان امبارح بالليل، بس كان حاجه مصيبه، لان الاداء بتاع الشوط الاول كنت تمام يعني تمام. لا برضه لا، لسه عندنا حته. هانز فليك برضه عنده حته الاوفسايد. دفاع. بص كله كان بيتفق ده، الله ده حته الدفاع ومش عارف ايه وكذا. لا شفت انت لسه قايل رايو فايكانو عامل حركه صايعه قوي. ان هو واحد يبقى في لعيب في اه الاوفسايد اللي هو كان اللي اسمه ايسي ده. امم تمام. بعدين لعيب تاني من الوينج هو اللي بيحاول يخترق عادي. هم تمام؟ نازلين تبقى فاهمين كرة حته عادية. انت هتعمل ايه. فالتاني ده عقبال ما بيكون استلم وعدى بالكرة، فانت كده كده اللعيب اللي كان اوفسايد ده ما بقاش اوفسايد. بالظبط. فاهم؟ فبيلعب له الكرة واتعمل 3 مرات تقريبا. واللي شايلنا اسمه ايه ده، اخوان اخوان جارسيا. جارسيا في الثلاث او اربع كور. هو اللي لا لا شايلنا لا في لا كل لو ده. كانت التشيكن اللي موجود. كان تشيكن اللي واقف كنا شتيجن لو خدنا كان فوتوغرافات شتيجن لو وخدنا كان جوان موجود كان وكنا ممكن الماتش رحنا ده في يخلص 60 5 داهيه. مثلا 5-4. هو عادي فاهم؟ 4-5 بتحصل. عادي عادي. متهيألي انا سهلة جدا فاكر يعني. فرق زي ريال او حد كان هو اللي كان واقف كنا بنشيل 4-2 4 ماتشات زي دي. ايوه انا بقول لك كانت لا مصيبه. انا بجد انا ما كنتش اقدر اتخيل الماتش ده واشتيجن واقف. ماشي بمنظومه حته الاوفسايد دي، مع ان اناجو مارتينيز هو اللي كان انياجو هو اللي كان ظابط الحته ماشي. دي ما هو قوي. النادي محتاج فلوس برضه. تحس ان ما انت اصلا مشيته ليه عشان الفلوس. فين بقى. يا معلم ما هو الفلوس دي ديون. ما في ديون على ايوه في برشلونه يا ديون على صباح الفل. النادي. ايوه لا في ديون فاهم على الفكره؟ النادي. انت صدقت ان اللعيب عنده حاجه و30 سنه اه هيطلع في السعوديه للنصر هتاخد شويه فلوس حلوه. تقريبا كان طالع ب 40 مليون تقريبا. مش ايوه عارف ايوه الرقم كامل. بيشيل بس كان رقم كويس. ولسه لما كان بنو يرجع رقم بره مش هيجيلك هيجيب فيه. اعلانات وهيجيب حاجات. مش قصدي انا بتكلم انياجو مارتينيز لو كان خرج لفرقه في اوروبا ما كانش هيجيب لك الرقم ده. فانت كان فرصه بالنسبه لك انت تبيعه. بس بالزبط. انت قوه ضربه في دفاعك. فاهم الفكره؟ ما هي دي الفكره، انت ما استفدتش برضه. يعني اصلا انتوا لما كنتوا جايبين انياجو مارتينيز انتوا ما كنتش متخيلين ان هو هيبقى كده. سنه عنده روح مش طبيعيه. لا ما كنتش متخيل كاداء. فكك من الروح. هو الروح لا هو انت شايف الروح جرينتا عامل ازاي. جرينت قوي الروح وكانت فارقه قوي لعيب جرينتا انا طبعا بتكلم على لعيب. لا هو فعلا ظابط منظومتك الدفاعيه كلها. ايوه طبعا. فكان ظابط الدنيا. اي نعم برضو كان بيتعمل عليك هجمات وكان برضو عندك مشكله دفاعيه، بس كان على الاقل برضو في اقل من كده. لا كتير. انت الماتش ده بكتير. الماتش الموضوع كان صعب ده قوي. فضيح. والهجوم بتاع بص الهجوم معلش كل واحد يعني في كوره الرافينيا كذا كوره الرافينيا متهيألي هو ولامين مش يامال. بيباصي. هو مش بيبص. هو انا مش شايف غير ان هو انا مش شايف فرينا او مش شايف اللعيب اللي بيبقى جاي من تحت. ايوه وبرده حته شخصيه لامين يامال اللي خدها بدري قوي ان انا واخد رقم 10 وجاب الجول وعمل. بحس ان الرقم ده لعنه. لعنه بعد ميسي بالظبط. هو انسو فاتي كل واحد بقى عليه حمل ان انا لابس الرقم ده انا هبقى النجم. بص هو لامين جامد وهيكمل عادي ماشي. بس فكره ان هو يهدى. هو برضه هو بدا الموسم ده جامده قوي.
ماشي بس بس برضه بعد كده الماتش مش اللي بعده لوحدك. واللي بعده انا عايز اقطم واشوط، اه. انا عايز اقطم واشوط. لا مش لعب خلاص. ايوه فاهم الفكره؟ لا لا مش فاهم. لعب وانا بصراحه شايف ان ضربه الجزاء بتاع برشلونه دي مش ضربه جزاء خالص. هو راجل رايح المدافع بتاع رايو فايكانو هو اللي حاطط رجله معاهم. يعني هو مثلا مش معاه الكوره فالمدافع داخل عليه، هو الكوره متسابه تولت من لامين يامال، المدافع رايح على الكوره هو فهو علق حط رجله في هو الوقت. علق رجله، هو اللي حط رجله في. الحمد لله ان هي عدت على خير، تعادل اساسا. انا بقول لك يعني الحمد لله ان هي عدت على خير. واصلا في جون تاني كان اوفسايد، كان مين؟ كان في جون لراي فايكانو واتحسب اوفسايد. واتحسب هم راحوا بكذا كوره، راحوا راحوا بكذا كتير كوره، قوي. ولو احنا فضلنا على نفس الطريقه بس دي. اصل برضو خليك عارف ان خوان جارسيا مش هيشارك كل ده، ما ممكن يتصاب. ايوه هترجع انت لشتيجن هترجع تاني. لشتيجن تاني، انا كنت نسي يمشي. تمام. يعني انت هترجع لشتيجن تاني ممكن غصب تشيزني عنك. تشيزني فين؟ مش عارف لان انا تشيزني مش لا، عارف تشيزني لا حوار تشيزني قاعد ده قاعد، ايه. انا كنت افكره هيمشي اخر الموسم ده، الموسم اللي فات بس قاعد. وممكن اصلا كمان في كلام ان شتيجن خلاص يعني مروح ما وصاحب الشاره لازم والكلام ده كله يعني خلاص، فاهم. هو خلاص هو ما ينفعش يكمل. ربنا يتولانا بقى في دوري الابطال. والله العظيم ربنا لا يتولانا. انا قلت يعني كنت بتكلم مع اصحابي في الجروب بقول لهم برشلونه يعني هيتفضح دفاعيا في الابطال. هيعاني جامد قوي في هيتفضح. الابطال. ايوه طبعا وان هيتفضح. خصوصا ان انت مش عارف اول ماتش ولا امتى. تشيلسي نيوكاسل ولا عندك تشيلسي؟ لا عندك تشيلسي في ستانفورد بريدج، عندك في انجلترا هناك، انت تروح تلعبهم في انجلترا هناك. وتشيلسي كويس. وده نظام دوري فثلاث نقط، فانت مش هترجع تلعبهم تاني لا لا هو غير ماتش لو هم تاهلوا. بالظبط. تمام. فانت الماتش ده لا انت ممكن تتفضح فيه فضيحه وحشه، جواو بيدرو وبالمر ومش عارف مين، وشوف بقى الناس خلينا دي برضو ما كلها. نحكمش على الماتش ده فرقه بس. المليار فاهم. والله لازم بتكلم انا بجد. فاهمك والله، بس خلينا برضو ما نحكمش على الماتش لسه ده. لسه بدايه موسم لسه يعني لسه بدايه موسم، بس البوادر لسه ما تبشرش بالخير مش حلوه، خالص البشاير مش حلوه خالص. خالص. عايز تقول حاجه تانية على برشلونه؟ لا تمام، كفايه على برشلونه، كفايه على الزمالك، كفايه عليا كده خلاص كده. طيب كان بقى في معلم برضو ماتش امبارح كان ارسنال وليفربول، تابعت الماتش ده ولا؟ مش قوي مش قوي، بس انا برضو شفت الماتش ليفربول ده انا كله. حاسس ان هي برضو هترجع انا بنفس شفت القوه. انا شفت الماتش ده كله. اه بقول لك هو كان ماتش وحش قوي الصراحه، لحد ما الشوط التاني بدات ليفربول تلعب. بس برضو انت كارسنال انت بتدافع، الماتش كان لسه طالع شكله وحش. بالظبط. هو كان في ارض مين معلش؟ كان في الانف. تمام. فانت بدات تستقبل، انت مستقبل لعب تقريبا مستقبل لعب طول 80 دقيقه، انت ما بداتش تهاجم غير لما بعد دخل فيك الجول. طب ما عملتش ليه ما كده من عملتش حاجه من بدري؟ بدري. ليه ما كنت عملتش كده من مستني. بدري؟ تمام. ليه استنيت لحد لما الفاول جه وانت بيبني بتلعب لسه الاسمنت لسه؟ يعني انت دلوقتي هتقدر تهاجم ليفربول عادي. وعلى فكره ليفربول مش فرقه لا مش اللي مرعبه، هي لان الماتش اللي فات الرابع. بتاع نيوكاسل لولا ان اللعيب اللي هو جوردن ده اتطرد، فاهم الفكره؟ ممكن الماتش ده يخلص مثلا 4-5 لنيوكاسل، لولا ان ايه الحظ كان ماشي مع مش عارف ليه ربنا كرم ارني ستوت، يعني عارف الميم ده. ربنا كرم قوي من اول موسم دوري. ايوه. وفاهم وصل لمرحله كويسه، بس لسه برضه لسه. لا هو مدرب وجايبين كويس، هو لعيبه، بيعرف يدير ماتشات جايبين كبيره لعيبه كده كده. لا جايبين لعيبه موسيماني بتاعه. يعني. لا جايبين ليفر جايب هجوم فتاك. لا خلاص هو يذكر رسمي خلاص. خلاص فاهم انت الفكره؟ كل ما يقعد شويه يجيب يعني لك انت دلوقتي مهاجم. عندك في الهجوم عندك ايكيتيكي وعندك ايزاك وعندك دلوقتي صلاح وفيرتز وفيرتس واسمه ايه اللي الناحيه الثانيه خاكبو. جاكبو. تمام. ايه ده؟ لا لا انت عندك ده لما بيقعد شويه بس خد بالك بيجيب له مهاجم واحده واحده. لو هو الماتش الجاي صح مارادونا ايه ده؟ انت بقى سوبوزلاي لعب ماتش خطير. ازاي جامد قوي. سوبوزلاي الماتش اللي فات كان بيلعب باك يمين اصلا. تمام. الماتش ده كان بيلعب عادي يعتبر في مكانه، ساعات كان بيرحل على ناحيه اليمين. تمام. حط الفاول يا معلم لا يعني اللي اتفرج على بتاع انا ممكن ابقى لا احطه في الريل يعني. انت في رايك كده مين اللي هيبقى في دوري ابطال فايق؟ في دوري الابطال مين فايق قوي؟ مين اللي هيبقى داخل فاهم؟ انا بالنسبه لي برشلونه مش حاسسها بصراحه. مش عارف يعني حاسس ان انا حاسس ان برشلونة- يعني الريال برضو انا ما لا. اتكلمناش على الريال قوي، بس الريال ممكن يعمل حاجه بص الريال دايما واقع. يعني انا حاسس ان الريال يعمل حاجه. ماتش مايوركا كان جامد دوري قوي، ابطال لعبوا ماتش كويس قوي. لا هو دوري ابطال بتاع الريال ايا كان واقع ومش واقع، الريال دي بطولته. فهو دايما بتلاقيه فريق لا دوري ابطال انا داخل انا عارف انا بلعب ايه. انا ده اللي بص هقول لك في دوري الابطال مين هيبقى فايق. بايرن. ما لا مش حاسسها قوي يعني، جايبين لعيبه بس برضه جايبين لعيبه عاديه يعني، هو لعيبه صف تاني بتوع كل الدوريات تقريبا، فاهم الفكره؟ بس بيعرفوا يفوقوا، بيعرفوا يعني جايبين جاكسون، يصنعوا. جابوا جاكسون بتاع تشيلسي هو مطرود اصلا من تشيلسي. تمام. وجايبين دياز. اوليسي كان معاهم من اوليسي موجود. اوليسي اصلا موجود. ايوه بتكلم جابوا دياز من ليفربول، فاهم الفكره؟ برضو دياز كان بحالات. ما انا بقول لك هم بس هو متعلق معاهم بس عشان الدوري يعني. ما انا بقول لك هو واحده واحده البايرن بيعرف يصنع برضه.
باريس هيبقى كويس. باريس طبعا هيبقى باريس هيبقى كويس. السيتي لا، السيتي حاسس ان هو السيتي خلاص بنفس، لا حاسس ان هو بنفس فورمه السيزون اللي فات السنة عادي يعني. هيبقى عادي ومش فاهم هيبقى في الفكرة؟ الدوري مرموش قوي. مش شايف. لا مرموش مش هالاند العادي بيعمل العادي بتاعه. بالظبط، عشان كده بيعمل بقول لك العادي يعني، فاهم؟ لسه لو كل عليه. ماتش جون صباح الفل، فاهم؟ اه عندك مثلا اقول لك احنا قلنا باريس. باريس قلت لك انا بالنسبه لي الريال. الريال وباريس الليفر هيعمل حاجه، الليفر ممكن ماتشات هيعمل الكبيره حاجه. يلعبها حلو قوي، بس لو تشيلسي فضل بنفس وارسنال الطريقه لا، هو ممكن لو لعب فرقه جريئه لا هيتعبوا يعني. ممكن ليفر. ايه ده على ايه؟ انت قصدك الليفر ما هيلعبوا مين؟ هيلعبوا الريال ومعاهم في دوري ابطال الريال والانتر. مم. الانتر برضو هو فرق اللي ايطاليه. طريقهم صعب قوي كان الريال وليفربول. بس ده معاه وفي السيتي برشلونه مع وليفر باريس. وبرشلونه. مع باريس باريس وتشيلسي. وتشيلسي هما الاثنين دول، بس التانيين معاهم 4 فرق كويسين جدا. مم. انت معاك انتر يوفي، انتر واليوفي متهيألي وليفر. الريال بقى مع مين؟ الريال معاه الليفر والسيتي واليوفي لا هم لا 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 لا، معاهم طريق صعب قوي. طريق صعب قوي. طيب احنا قلنا 3 فرق. لا لسه في تاخد بالك مفاجآت. لا انت ممكن تلاقي اتلتيكو مدريد ده مجنون. لا لا ده بادئ بيطلع، الموسم وحش قوي. بس بيطلع لا بادئ طلعات في الموسم دوري وحش قوي. ابطال. كفايه يعني، كفايه على سيميوني ده يا جماعه، كفايه يعني، مش- كفايه مش- بجد. لابد لا معاهم. كفايه قوي. لابد معاه ما بيمشيش بقاله بتاع 15 سنه كامل 2011. 15 سنه ما بيغيرش البدله يا اخي. ما بتخنقش منها ليه؟ طيب انت كده خلصت؟ انا كده خلصت اتكلمت في كل حاجه كل يعتبر. حاجه. اهم حاجه، اهم الحاجات اهم اللي حاجه هيحصل بعد كده. شايف ان ارسنال لسه بيبني يعني. لسه بيبني، لسه مرحله البناء بقاله بتاع 5 بس 6 خلاص كده المفروض الحساب تقل على الارض. قوي. انت قاعد فتره قوي، بعدين انت وصلت لمرحله التاني امتى بقى؟ خلاص ما المفروض قدامك فعلا خلاص فرص. يبقى قدامك، ومعلش خلاص يبقى في حساب بقى. المنافس الوحيد اللي كان بياخد الدوري كل سنه واعلى شويه السيتي. ففي طلع فرصه. ليفربول بقى. طلع لك ليفربول. انت المفروض تاخد فرصه ان انت خلاص بقى. شباب في مصر كده، الزمالك عامل اللي تلعب بيراميدز بقى. بس تمام يعني، انت تمام كده. كده انا تمام. وانا بالنسبه لي يعتبر تمام برضه. ماشي لهم، ربنا يوفقكم. انتظرونا بقى في حلقه تانية بجوله جديده فلوك جديد. وهتبقى احلى عشان دوري ابطال وداخل عليها لسه. عايزين نذاكر ماتش لدوري الابطال سخن قوي. لا هنذاكر، عايزين لازم نذاكر. ده لازم. ماشي بس بس يا جدعان، يعتبر خلصنا كل كلامنا النهارده. مش عارف الاهلي راح على فين بصراحه. بره الزمالك. يعني بتمنى اللي جاي يبقى احسن. الاهلي دايما بيبقى فوق يعني، لا مؤاخذه يعني. بس بتكلم بجد، احنا مش متعودين الاهلي يفضل كده. وانا بالنسبه لي انا واحد بشجع الاهلي، ما اتمناش ان احنا نفضل نفقد الهويه كده كتير. يا رب دايما. يا رب يا عم بقى، ما اتمناش ان احنا نفضل كده كتير. بس ربنا يوفقكم. يا رب تدخلوا الجنه. شبه يا رب تدخلوا الجنه. شكرا يا جماعه يعني.